يا سيد، جهز نفسك بقى لأول درس عملي بالنسبة لك. هتطلع معانا طلعة الخميس اللي جاي دي، وأنا متأكد ومتفائل وحاسس إن ربنا هيكرمنا بسبب وجودك معانا. على الأقل تعوضنا المرة اللي فاتت. قصدك العمليه اللي راح فيها 4 من رجالتك؟ الله يرحمهم بقى، محدش بيغلى على اللي خلقه. وعايزنا ابقى الخامس؟ لا يا باشا، لحد كده واحنا حبايب، العمر مش بعزقه. يعني إيه؟ يعني يا باشا انا جاي ابدا حياتي مش انهيها. لو عايز تخدمني بجد يا باشا شوف لي شغلانه في حته امان. اهم حاجه في الشغلانه ما يكونش فيها الله يرحمهم. ايوه. اهلا يا معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه دلوقتي يا ماما؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الراجل اللي جاي يشتري العفش جاي ورايا. كتر خيرك يا معاذ. معلش هتعبك معايا في عمل خير تاني. اموريني يا حبيبتي. الامر لله. الكيسين دول فيهم هدوم امي الله يرحمها. الله يرحمه. شوفي اي جمعيه خيريه واديها لهم، هم عارفين مكان الغلابه اللي محتاجينها. يا سلام يا بنتي، ربنا يكرمك يا بنتي ويقدرك على فعل الخير. والله يا بنتي ما بيحس بالغلبان غير الغلبان اللي زيه. ربنا يخليك يا معاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا معلم، الحاجه قدامك اهي، حملها والسعر مش هنختلف عليه. ما تقوليش كده يا بنتي، ده كده ياكلك. بقول لك ايه يا معلم، الحاجه قدامك اهي، تمنها بما يرضي الله. بقول لك ايه، دي حاجه ولاي. ده حاجات في الهوا دبنا كبيرة عندنا 500 جنيه 550 وبكرمكم. لا اتكل على الله، عندنا اللي يشيل بفلوس اكتر. يا معلم معقول الرقم ده؟ اصبري يا بنتي، مش كفايه الكشك اللي انت بعتيه بتراب الفلوس؟ بقول لك ايه يا معلم، ده عفش ولايه، يا تتقي ربنا فيه يا نشوف حد يشيله بما يرضي الله. صباح الفل يا سولي. اهلا ابو العز بيه، امرني. والله كنت قصدك في خدمة كده يعني، وعارف إن مفيش حد غيرك هيخلصها. خير؟ عندي واد شاب كده ابن حلال، واد مجدع يعني ومن المكافحين ويسد في أي حاجة. عايزين نثبته في حتة أمان. حته امان؟ ليه، هو سوابق ولا ايه؟ يا راجل عيب عليك، هو لو سوابق أنا هرازيك بيه. طيب ابعتهولي على القريه، بس خليه لما يجي يفكرني انه من طرفك. هو اسمه ايه؟ سيد ليفا. سيد أبو الليف، أبو الليف. ماشي، اعتبره تعين خلاص. تشكر يا سولي، صباحك نادي يومك هادي. مع السلامة. ألف مبروك يا عرب. ما تحرمش منك يا سيدي المعلمين يا جامد. تقولش كده يا سيد، عيب. من بكرة تحضر نفسك عشان تسافر وتتكل على الله. بكره؟ ماشي يا سيدي المعلمين. ما قلتليش بقى ايه رأيك في الولاد؟ اللهم صل على النبي، ربنا يخليهم لك. برلانتي وعبد الحميد. ايه؟ اصل انا كنت معجب بيها قوي في فيلم رنة خلخالي. ومين ما حبهاش يا سيدي المعلمين؟ انا بقى بيني وبينك بعد العيال على المجال. لو كبروا وحبوا نكبر مع بعض والواد فهم وحب يبقى كتف في كتفه كده مش همانع. اتجه بقى لخياله واختياراته هو، مع السلامه. ما هو الواحد لازم يدلع عياله وبالسيد، امال ايه؟ ويعوض عقد الضعف اللي فيه في العيال. تقصد عقد النقص او نقص الضعف. ونعم التربيه يا سيدي المعلمين. ربنا يخليك يا عرب. وانت سيد بقى ما قلتليش مخلف؟ عندك مين؟ عندي طارق واسامه وورده. اخر العنقود بقى فرحات. مع ان يا معلم كان نفسي اسمي سميه وخشاب، اصلي بموت فيها في الحاج متولي. لو سمحت، انا اللي كنت كلمت حضرتك من اسماعيليه امبارح بخصوص الكورس الاسباني اللي درسته هنا. اقدر استلمه دلوقتي؟ تمام، شوف. يا سمعه انت ايه اللي اخرك كده؟ ما تضايقناش بقى، سايب بقى الدنيا معجونه بره. انت هترغي وهتعملهم لي. جبت كل حاجه اللي طلبتها منك؟ حاجة ايه؟ حاجه ايه؟ الشنطة متلقحة ورا على الكنبة.
يا باشا موكلي ما عملش اي حاجه في الاسماعيليه اكتر من اللي عملوه المسجونين المساكين اللي كانوا في سجن وادي النخيل. حضرتك بتتهمه انه هرب من الاسم. ايوه يا فندم هرب من الاسم، بس ده كانت اوامر الخونه المجرمين اللي اقتحموا الاسم. لو ما عملش كده يا فندم كان راح زي اللي راحوا. عشان كده يا فندم انا بطالب باخذ اقوال كل المسجونين اللي كانوا محبوسين معاه في نفس التوقيت. وشكرا يا فندم، شكرا. أمرت النيابة بحبس المتهم فرحات عرفات أبو دومة 15 يوم على ذمة سرقة تزوير أوراق السيارة، اكتب عندك رقم السيارة وماركتها، والاستعلام من مأمور اسم الإسماعيلية عن إمكانية إرسال بعض المتهمين الذين عادوا بعد مهاجمة القسم لأخذ شهاداتهم في واقع هروبهم لحظة الهجوم على القسم، واكتب ساعة المحضر وتاريخه. تمام يا فندم. خده يا ابني على الحجز. 15 يوم؟ هنعمل ايه يا اسامه؟ معرفش، المحامي بيقول من هنا لحد يوم الجلسه هنشوف لها تصريف. بابا عمل ايه يا بيه سيد؟ بابا عمل كل خير يا طارق، غير نشاط، وهو اساسا ما عندوش خبره في النشاط الجديد ده، استيراد وتصدير، شغل رجال اعمال على كبير قوي يعني. المهم انا مش عايزك تخاف، اسامه جنبك، وليك عليا كل اجازه هاجي اظبطك تظبيطه. يعني ايه؟ لا انت ولا بابا هتبقوا موجودين؟ وبعدين بقى يا عم في المعياله دي، مش قلت لك اسامه هيبقى جنبك؟ وبعدين يا طارق يعني كلها 10 15 سنه ويطلع لك شنب بايخ تتحسب بيه علينا راجل. توحشني. خد بالك من مذاكرته يا اسامه، حافظ عليه زي ما حاولت على قد ما اقدر احافظ عليه. انا عارف انك كان نفسك تشوفني احسن، صدقني انا كمان. شوف الشكر بخير يا اسامه. يلا يا استاذ عشان هتتحرك. رحلة زي الفل إن شاء الله. ممكن أقعد جنب الشباك؟ وانت كرسيك اللي جنب الشباك؟ لا بس بستعبط. أنتِ نازلة الغردقة ولا هنرميكي في الزعفران؟ رحلة زي الزفت إن شاء الله. ايه ده؟ حاسب بقى. اوف. إيه ده؟ لا مؤاخذة. حاجة بسيطة جدا. أنت ما شفتنيش أنت ولا في سريري بقى. بس أرق يا شيخ، أرق طول الليل، أتقلب زي عقرب الساعة. بس إيه يلا، مش أنت اللي مصحياني؟ أنت محيط دي. صحيتك عشان كان ناقص ثواني وتبقى قاعد على رجلي. خسارة. نعم. بقول لك إيه؟ من فضل قد إيه نوصل الغردقة؟ يوه